ازيكم يا شباب؟ معاكم سميدة في حلقة جديدة من على المكنة، من أروع الأماكن اللي موجودة في مصر، محمية وادي دجلة. حلقة النهاردة عن جروبات السبوبة اللي موجودة على الفيسبوك وأصحاب المعارض. في البداية، أنا النهاردة واحد لسه بفكر أشتري موتوسيكل، ما عنديش أي نوع من أنواع الخبرة. فبعمل إيه؟ بخش على الفيسبوك، بسمع ريفيوهات على اليوتيوب، بتفرج على ده بتفرج على ده بتفرج على ده. للأسف بعض الوكلاء، يعني زي ما تقول كده، مأجرين ناس عاملين جروبات، انا بسميها جروبات السبوبة. عبارة عن ايه؟ تخش جروب تلاقي اشعار في موديل معين، اشعار في ماركة معينة، واي بوستات تانية بتشتكي مثلا من مشاكل، من نقص قطع غيار. البوستات دي على طول فورا بتتمسح. انا شخصيا ياما عملت ريفيوهات على موتوسيكلات، ريفيو على موتوسيكل بقول العيوب والمميزات بما يرضي الله، هوبا الاقي الريفيو اتمسح. فالجروبات دي والصفحات دي ما هي الا سبوبه وشبكه لاصطياد الناس اللي داخله جديد. انت النهارده لو عايز تشتري موتوسيكل جديد، ابعد عن الجروبات دي. طبعا مش بقول كل الجروبات بتاعت الماركات المعينه ولا بتاعت الموديلات المعينه كلها جروبات سبوبه، بس بقول لك الغالبيه العظمى للاسف منها كده. تيجي تخش تلاقي كلهم بيشكروا الله، هو الموتوسيكل ده طياره ولا ايه؟ طب وبعدين يا جماعه، ما هو ده مش صح. انتوا كده يعني تاني بتلبسوا ناس. فانت النهارده كمتفرج وكواحد راح يشتري، عليك ان انت تدور. طيب انا هدور ازاي؟ اول حاجه، انا النهارده قررت اشتري موتوسيكل. رقم واحد، اشوف شخص موثوق اعرفه بيركب موتوسيكلات، بيركب بقاله فتره، وما يكونش طبعا حد ليه مصلحه في الموضوع ده. طيب الشخص الموثوق اللي انا اعرفه اللي بيركب موتوسيكلات ده، ركب واشترى وباع ووقع ودور على قطع غيار، فعارف الدنيا ماشيه ازاي. اساله اركب ايه، اروح فين، اعمل ايه. طب الخطوه اللي بعد كده، اخش اشوف الموتوسيكل ده بيتباع كتير كسر زيرو ولا لا. في موديلات معينه بدون ذكر اسم، الموتوسيكل بلاقي بعد 500 كيلو صاحبه بيبيعه، دواعي السفر بعد 1000 كيلو صاحبه بيبيعه. اصلا انا اتزنقت، ربنا يفرج على كل الناس، انا مش بكدب حد بيبيع موتوسيكل، بس لما الاقي موديل معين بيتباع كتير جدا كسر زيرو، عامل 1000 و2000 و3000 كيلو، اكيد في حاجه يبقى هتشككني في الموديل ده، يبقى ابعد عنه. طب تاني حاجه، ابص على اوليكس، اشوف الريسيل فاليو، يعني قيمه اعاده البيع. الموتوسيكل ده بيتخسف بثمنه الارض ولا محافظ على ثمنه؟ طيب الموتوسيكل ده مطلوب ولا لا؟ يعني انا عرضته النهارده هعرف ابيعه بكره ولا لا؟ النقطه اللي بعد كده، ارفع سماعه التليفون على الوكلاء، يا جماعه عندكم قطع غيار؟ اسال على قطع الغيار حتى عاديه، عندك فلتر، عندك جنزير، عندك ترس، عندك فانوس، عندك مساعد. النقطه اللي بعد كده، انزل شارع بولاق، انزل للتجار، اشوف عندهم قطع الغيار ولا لا. النقطه اللي بعد كده، اشوف قطع الغيار مناسبه على قد جيبي ولا لا. يبقى انا اشوف حد ثقه، اخش اعمل السيرش بتاعي، سواء بقى على الفيسبوك، على المنصات اللي بتبيع الموتوسيكل، وما انساقش ورا الكلام بتاع جروبات الفيسبوك، لانه للاسف كله كلام تجاري، وكله يعني مش عايز اقول مدفوع، بس هو ده الواقع، ان الكلام ده مدفوع. دي اول سبوبه. السبوبه الثانيه، في تجار الا من رحم ربي برضو ما عندهمش ضمير، عاملين فيديوهات ريفيوهات للموتوسيكلات. معلش يا جماعه، هو انا لو تاجر وعندي موتوسيكل هقول عيوبه كذا وكذا وكذا؟ مستحيل، الا من رحم ربي. في ناس بتتقي ربنا، بس المعظم يجي يحط الموتوسيكل قدامه، يقول لك فانوس ليد، مساعد مقلوب، كرسي كبير، شاسيه عظيم، بيطير، بيجنح، بيسقف. طب ما هو يا جماعه، ما هو ده مش ريفيو، انت كده بتوصف لي الموتوسيكل. ما انا لو دخلت فتحت الصور هعرف ان هو مساعد مقلوب، هعرف ان هو ليد، لو فتحت السبيكس هعرف ان هو 100 سي سي، 200 سي سي، 300 سي سي. انت بتقول لي ايه؟ ما انت لازم تقول لي معلومه انا ما اعرفهاش، ومعلومه بتيجي بالتجربه. انما تقول لي شاشه كبيره بتبين كل حاجه، ما انا عارف ان الشاشه بتاعت العداد هتبين كل حاجه، ما هو ده طبيعي. فبرضو التجار ما بيرعوش ربنا، وانا كمشاهد ابقى ذكي شويه. انا النهارده تاجر، لما هيعمل ريفيو عن سلعه هو بيبيعها، انا متوقع ايه؟ ما انا لو توقعت ان هو يقول لي لا دي وحشه، لا دي عيوبها كذا، لا دي مميزاتها كذا، يبقى انا ساذج. ففي جزء كبير جدا واقع على اللي بيتفرج، وفي جزء تاني واقع على اللي بيلقي المحتوى. فاحنا نبقى ناصحين شويه. للاسف السوق المصري مش ستيبل، موتوسيكلات كتير ملهاش قطع غيار، موتوسيكلات كتيره مجهوله الهويه. فموضوع شراء الموتوسيكل بقى يعني عامل زي المصيدة، بتخش وانت وحظك. فيعني احنا النهاردة بنحط مبالغ مش قليلة. الموتوسيكلات الصيني وصلت 200,000 و225,000 جنيه.
فانت بتحط مبلغ مش قليل، مع العلم ان انا كنت عامل حلقه قبل كده قلت ما تشتريش موتوسيكل صيني غالي. فلما تيجي تشتري موتوسيكل صيني do your research، يعني ذاكر كويس جدا، لان انت بتحط فلوس، بتستثمر في حاجة، الحاجة دي انت جايبها عشان يا تشتغل يا تتبسط بيها. ما تكونش سبب تعاستك وتحس ان انت اتنصب عليك وتكتئب وتكره الموتوسيكلات واللي راكبينها وتكره اللي بيلقوا المحتوى. وفي الاخر انا نفسي اي حد بيعمل محتوى يفهم كويس ان هو لما يعني يحابل للتوكيل او يحابل شخص معين، هو كده مكسبش. الشخص ده مش هو مكسبه الحقيقي. مكسبه الحقيقي اللي بيتفرج عليه، اللي هيدعي له لما يشتري موتوسيكل، الفيوهات اللي بتجيله من الناس اللي عامله جمعيه واللي واخده حاجه بالقسط. انما مش مكسبه ان الوكيل يبعت له سبوبه كل اول شهر، ولا التاجر الفلاني يرضيه بحاجه، ولا يخليه يصور في معرضه. ده مش مكسب. المكسب الحقيقي الناس اللي بتتفرج علينا واللي هتدعي لنا لانها جابت حاجه وطلعت فعلا زي ما احنا قلنا، ما غشناش حد. الكلام ده مش في الموتوسيكلات بس، الكلام ده في الاكل، في الشرب، في العربيات، في كل حاجه. لازم نغير الواقع ده. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، ونشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.